تخيل كده لعبة أطفال بتتحول لكابوس رقمي. تخيل كده. النهاردة قصتنا عن كاميرون اللي هو شاب وحيد منعزل يقرر فجأة يحول نفسه لشخص بيغذي لعبة اسمها سترونجلتس اللي بيقعد يغذيها ويحولها لكابوس رقمي يقضي على البشرية. معكم الأستاذ أخضر، والنهاردة في حلقة بلاك ميرور سترونجلتس. يلا بينا نخش في طيز الحلقة. بتبتدي القصة بواحد شعره طويل وابيض وراح يسرق ازازة بيرة، وراح المحل قفل عليه وراح اتقبض عليه، وراح شد من قفاه واتحقق معاه مع 2 محققين في أوضة واحدة، وقعدوا يقولوا له ان هو متهم بجريمة قتل. فهما بيحققوا معاه، هو اعترف من اول وهلة بس رفض يديهم اسم المتهم وقال لهم ان هو مش عارفه ولا فاكره. هما بيحاولوا ياخدوا اسم المتهم بس. الراجل اصلا كان شكله غريب، ده حتى لما جم قبضوا عليه لقوا كده غرفة الكمبيوتر بتاعته متوصلة بكذا جهاز ومفهموش ايه ده، بس احنا هنفهمكم. وسط هذه اللخبطة والعك وان هو مش عايز يديهم الاسم، قرر هو يحكي لهم الحكاية من A to Z. فبنبدأ هنا المسلسل ياخدنا للحكاية بتاعته من ساعة ما قرر يحكيها للمحققين. الراجل اللي بيحكي الحكاية راجل متزن وعارف ياخد قرارات ومتزن في الحركة. الراجل التاني بقى عكسه تماما. الراجل التاني لو وشه باين من قفاه ورطيزه باينه من شعره وعمال يتهز وهو بيتكلم، كان في حد بيبعبصه من تحت وهو بيتكلم، تحسه كانوا بيحطوا له الفيشه في طيزه قبل ما ينام. وبعد كده بقى عشان كده بقى كده، وكل حركه كان بيتحركها بيقعد يعمل فايبريشن. وحتى هو كان اصلا لوحده، محدش كان راضي يصاحبه وهو كان عايش لوحده. رئيسه في الشغل اللي هو اسمه مهان ثقور يقول له تعالى يا ولد، عندي ليك عرض من واحد كده اسمه كولين مؤلف لعبة سترونجلتس. قعد بقى يكلمه على انها فرصة ومش عارف ايه، وانه محظوظ انه هيقابله وكده، وراح في الاخر خلاه يقابله. كولين اللي هو مؤلف لعبة سترونجلتس واللي شفناه في اجزاء قبل كده في بلاك ميرور، رجع لنا في الجزء ده. وهو بيقابله كان تقريبا الفايبريشن عمال يتهزهز من راسه لقفاه لطيزه. المهم هو قابله وعرض عليه مشروع اللعبة وقال له ان دي مش مجرد لعبة، دي كائنات حية. كاميرون لما هو فتحها له انبهر بيها، وهو كان الراجل تقريبا عايز يبحث منه سبيل او وسيلة انه ازاي يطور اللعبة. وهنا بقى تحصل المفاجأة ان كاميرون سرق الديسكتوب اللي فيه اللعبة، وكان فاكر ان صاحب الشركة هو اللي مهد له الطريق انه يعمل كده. كان وهو بيحكي الحكاية للمحققين قال كده. المهم يظهر صاحبه اللي هو قتله واللي هم المحققين عمالين يسألوا عليه، وجاله في مرة وقال له ان هو معاه مخدرات، وراح حشش هو وصاحبه بالمخدرات دي او مش عارف خدها ازاي. المهم بعد لما حششه هو كاميرون راح للجهاز عشان يشوف يعمل ايه بسترونجلتس، وتفاجئ بالتأثير المخدرات دي ان هو عارف يكلم سترونجلتس وعارف يتواصل معاهم. ولما جه يتواصل معاهم اكتشف ان هم عايزين منه ادوات وحاجهزة وكهربائية وحاجات ما. البوس بعديها بفترة يستدعي كاميرون ويقول له ان صاحب الشركة صرف النظر عن اللعبة، وان التقرير اللي هيكتبه او اللي كان هيكتبه ملوش لازمة. المهم لما كاميرون مشي لان كاميرون عمال يكتب لغة خزعبلية. نسيت اقول لك، كاميرون قتل صاحبه بعد لما شافه عمال يلعب اللعبة وعمال يموت سترونجلتس. صاحبه ده هو اللي اداله نفس المخدرات عشان يتواصل مع سترونجلتس. حاجة غريبة. كاميرون في اول التحقيق واخر التحقيق كان عايز يطلب حاجة واحدة بس، ان هو يرسم حاجة عشان يحاول يعرفهم على مكان القاتل. قال ايه يعني؟ كأنه يعني بيقول لهم كده يعني. فطلب منهم انهم يرسم. ففي اول التحقيق رفضوا، بعد لما حكى لهم القصة دي طلب منهم يرسم تاني فوافقوا على طلب، وقعد يرسم. اتاري الرسمة دي لشفرة كود اللي هي الكيو ار كودز اللي بنستعملها، والشفرة دي راح اول لما حطها على الكاميرات سترونجلتس تفاعلوا معاها، وسترونجلتس
في هذه اللحظة اخترقوا كل الموبايلات وعملوا موجات فوق اللي هي كهرومغناطيسية ونيمت كل البشر. وفي اللحظة دي كانت نهاية الحلقة، ان كل الناس اغمى عليهم بما فيهم المحقق، وكاميرون مد ايده للمحقق اللي هاجم عليه، بس بعديها طبعا المحقق اغمى عليه، فكاميرون مديله ايده على اساس بقى انت مستني المحقق هيفوق، ومش عارف بقى الناس دي فاقت ولا لا. نهاية مثيرة الصراحة. الحلقة دي كانت أجمد حلقة أنا شفتها في البلاك ميرور، وتخليني دايما أسأل سؤال: هي الشخصيات اللي احنا بنشوفها دي حقيقية بجد؟ يعني حتى لو أنا مثلا أو الشخصية دي مثلا في وقت ما حقيقية، شخصيات الكرتون دي حقيقية، هل ممكن في يوم نلاقي الشخصيات الكرتونية والحاجات دي حية، أو هي فعلا حية؟ سؤال غريب. وبكده نختم حلقتنا، وتبقى بفضل لنا حلقة واحدة بس في سلسلة بلاك ميرور. سلام.